أهلا بيكم. فأنا وأولادي بقاله فترة فعلا مختفي عنكم حوالي 3 شهور. بس ال3 شهور دول كلنا أنا بأولادي كنا مشغولين في امتحانات أولى ثانوي وتانية ثانوي، وبعديها دخلنا على الزغلول الكبير الثانوية العامة، والحمد لله مرت الفترة دي كلها بسلام. كالعادة أنا وأولادي بيظهر مع موقف بمر بيه بيفكرني بحق أولادي عليا وبحق أمهاتهم الأصدقاء ليا. موقف مريت بيه حسيت إن التجربة دي والخبرة دي كلنا لازم نعرفها. الموقف ده لازم كل أم تسمعه. من يومين لقيت طالبة، والدة طالبة يعني أنا أعرفها، بتتصل بيا وبتقولي إن فلانة نجحت وإنها دخلت ألسن. فطبعا جميل وباركت لها وبقول لها امال هي ما كلمتنيش ليه، هي عايزة تاكل عليا الحلاوة أكيد. فراحت قالت لا، البنت بتمر بظروف نفسية صعبة ومتضايقة، وقالت لي كلميها شوفي في ايه الموضوع وطمنيني لانها مش راضية تتكلم. فقلت لها خلاص انا هتصل بيها كأني عايزة اعرف نتيجة التنسيق ايه وهشوف الموضوع. فعلا يومين واتكلمت مع البنت وبقول لها مبروك، ها طمنيني انا المرحلة الاولى طلعت دخلت ايه. قالت لي ألسن. جميل، انت عايزة تاكلي الحلاوة عليا. فلقيتها بتقولي انا احساسي بالفرحة كله راح. ليه يا بنتي في ايه؟ قالت لي فاكرة الجروب ومجموعة الاصدقاء اللي احنا كنا مع بعض، كنا مجموعة كبيرة من اولى ثانوي مع بعض. قلت لها فعلا، وكنت دايما على طول بتقولي وي وي. ايه اللي جرى؟ بتقولي انتي لما كنت دايما بتقعدي معانا كنت دايما تقولي لنا خليكوا يا بنات هدفكوا واحد، هدفكوا ان انتوا تبقوا ناجحين. خلي النجاح دايما قدامكم وخلي كل المجموعة بتشد بعض للنجاح. خلي في بينكم روح التنافس، انت تحلي اسئلة وانت تجيبي اسئلة، وخلي دايما بينكم روح التنافس شغالة. وخليكوا دايما واخدين بالكم انكوا دايما محسسين بعض ان انتوا منظومة واحدة وان كلكوا مترابطين في نفس المنظومة دي. بعد فترة بنت بتحكي لي تقولي بعد فترة احنا عملنا جروب على الواتس والجروب كبر وبقينا مجموعة كبيرة من الاصدقاء وبنتبادل مع بعض المذكرات وي وي. وده فعلا قلت لها وكنت دايما ببعت لكم مذكرات، ببعت لكم شرح كده. لكن بعد فترة انحرفت المجموعة عن هدفها. بتقولي بدأت يبقى فيه تعليقات في المجموعة مش لطيفة، وخاصة ان المجموعة بدأ يكون فيها اولاد. فبدأت التعليقات تبقى بتحمل معنيين، تعليقات بتحمل معاني إباحية مش لطيفة، تعليقات بتحمل تلميحات إباحية، وبدأ الضحك يبقى كله في نفس الإطار دوت. بدأت أحس إن أنا غريبة عن المجموعة، مش قادرة أتعامل معاهم. بدأت أقولهم أنا مش قادرة أضحك، أنا مش قادرة أكون حد من المجموعة، فتجاهلوا الكلام. اتطور الأمر إن البنت خلاص بدأت أنا مش عارفة أنا صح ولا أنا غلط، هل أنا اللي معقدة ولا هم اللي عادي. مع إن البنت دي كانت طالبة عندي في الفصل، وكنت دايما أقول لها يا بنتي هو أنت على طول كده في الشتك عايمة، يا بنتي هو أنت على طول كده واكلة لقمة زيادة على طول بتضحكي، أنا مش عارفة أكمل الدرس منك. هي كانت بنت فكاهية قوي. فقلت لها لا، لأني أنا عارفاكي انتي بتحبي الضحك وبتحبي المرح، بس في فرق كبير قوي ما بين الضحك وما بين الابتذال. في فرق ما بين القفشات والنكت، وفي فرق ما بين الإسفاف. في فرق ان احنا نشيع جو من البهجة والسعادة والضحك والمناكفة في بعض، وفي فرق ما بين الإسفاف.
في فرق ما بين اقول كلمة راقية، وفي فرق بين اني اقول كلمة مبتذلة، كلمة وقحة بتحمل معاني خارج اطار اللياقة المتعارف عليه. فبقول لها لا، انت كده انت مش غلطانة. واللي يكون مش عارف يعمل ليميتس او حد ما بين الضحك وما بين الابتذال، ما بين القفشة والنكتة الحلوة وما بين الإسفاف، يبقى أنا أبعد عنه أحسن. فالغلط مش منك. كل مجموعة مش بالضرورة تبقى متطابقة، المجموعة لازم يبقى فيه اختلاف، بس الاختلاف ناخد بالنا الاختلاف بيبقى ماشي في مجرى معين، في طريق معين ما بيخرجش عنه. يعني لو جيتي مثلا انت واصحابك عايزين تخرجوا، مش معقول كلنا هنبقى متفقين على نفس الخروجه وعلى نفس المكان، لا طبعا مش ممكن. ده هيدي اقتراح وده هيدي اقتراح وده هيدي اقتراح. احنا كمنظومه واحده هناخد مجمل الاقتراحات ديت، هناخد رأي فلان مع رأي فلان مع رأي فلان، وهنطلع منه ميكس رأي واحد كلنا هنتفق عليه. كده بقينا عاملين زي ايه؟ الهارموني مع بعض، منظومة متكاملة، زي التروس متعشقة في بعض. التروس دي مش شبه بعض ولا تيبيكال، لا ده في ترت بتلاقيه اتغير وترت كبير، وتلاقي التروس دي بتتعشق مع بعض بطريقة معينة، وبتبتدي انها تلف مع حركة التروس ديت اللي هي مش متطابقة، فيها اختلاف. بتلاقي مع حركة التروس المختلفة دايما بنلاقي في العجلة مع لفة التروس ديت بنلاقي بيحصل ايه؟ العجلة بتمشي وبتندفع لقدام. اذا الاختلافات في وجهات النظر مش غلط، الاختلافات في وجهات النظر ده شيء صحي. وممكن من الاختلافات في وجهات النظر بيني وبين زملائي بطلع مفهوم جديد في ابتكار. يعني انا لو جيت انا واصدقائي بنتناقش ايه هو انسب او احسن اسلوب في المذاكرة يكون فيه ابتكار، فيه ابداع، يخليني احصل اكتر مع نظام الكليات، كل واحد بيقول رأي. من اختلافات الاراء ديت ممكن نطلع مفهوم جديد ورأي جديد خارج الصندوق يفيدنا كلنا. اذا الاختلاف في وجهات النظر ده شيء صحي طالما انها ماشية في الاطار الصحيح. لكن في فرق ما بين الاختلافات في وجهات النظر وما بين وجهة نظر خارج اطار المتعارف عليه. يعني انا لما اجي اقول ايه، طيب احنا هنروح المكان ده والمكان ده والمكان ده وبنتفق، يجي حد يديني مثال او مكان ليه طابع خاص، بيبتدي البروجرام فيه، الكافيه ده بيبتدي البروجرام فيه الساعة 10 بالليل، ليه طابع خاص في الحاجات اللي بتقدم، ليه طابع خاص في البروجرام بتاعه، ليه طابع خاص ما يناسبنيش انا كبنت او ما يناسبناش كمجموعة من البنات ان احنا نروح المكان دوت. فبقول لها لا مش هيناسبني، معرفش انا اروح مكان زي ده، او انا عندي مش مناسب ان انا اقول لهم ان انا رايحه المكان زي ده، المكان ده ما يناسبنيش. فلما تيجي تقولك، ما هو مش ضروري تقولي لهم، مش ضروري تقولي لهم انك رايحه المكان ده، قول لهم رايحه مكان تاني. طب ما هو مش ضروري تعرفيهم، ما هو مش ضروري كل حاجه تقوليها لهم خط سيرك. انت دلوقتي كبرتي، انت دلوقتي بقيتي فتاه جامعيه او شاب جامعي، مش معقول ما استقلتيش برأيك لحد دلوقتي عن أسرتك، ومش معقول انك لازم تقولي لهم كل خطوة انت رايحة فين. هنا ما يبقاش اختلاف في وجهات النظر، هنا بسميها ايه؟ رأي مخالف للأخلاق او رأي مخالف للمنظومة بتاعتنا. ساعتها هنا انا ابتدي اقف واخد بالي من الرأي ده، لانكم انتوا هتلاقوا الكلمة دي بتتقال لكم كتير قوي وهتسمعوا قوي من بعض الشخصيات. هو انت لسه بتقولي لهم في البيت على خط سيرك؟ هو انت لسه بتقول لهم انا رايح فين وجاي منين؟ هو انت لسه بتقول لهم المحاضرات هتخلص الساعه كده؟ هو انت لسه بتقول لهم انا هروح المكان ده اقعد فيه وما اقعدش فيه؟ هو انت ما كبرتيش؟ عيب قوي لما تكون واحده كبيره زيكم في الكليه وبتقول كل حاجه. اوعوا تسمعوا للاراء الهدامه دي.
احنا بنقبل كل جديد، وبنقبل كل الوجهات النظر المختلفة، لكن زي ما اتعلمنا في التفكير الفلسفي لو تفتكروا معايا، عدم قبول اي رأي او اي فكرة الا بعد تحليلها وتمحيصها جيدا، اذا تقابلت مع العقل ومع الاخلاق ومع القيم فانا باخدها على طول. اذا كانت الفكرة في تناقض وفي تعارض مع العقل، فيها عدم توافق نهائي مع العقل، اذا لا يمكن انك تقبلي هذه الفكرة. يبقى اذا انا ما بختلفش، انا مش متضايقه ان في اختلاف في الاراء، لكن لازم الاراء دي كلها تدفع المجموعة للامام. فما ظنش ان لما تلاقي نفسك في مجموعة كسرت كل الليميتس المتعارف عليها، كسرت كل حدود اللياقة والأخلاق، وكسرت حدود ما بين البسمة وما بين الكلمة الحلوة وجو المرح، وهندخل في جو الابتذال والإسفاف والمجون اللهو، يبقى ده مرفوض تماما. ما ظنش ان انت كده خسرتي. انا قلت لها انت المفروض ما تزعليش، ده بالعكس انت اكتسبتي خبرة جت في وقت مناسب ليكي. انت دلوقتي داخلة على الكلية، الموقف اللي انت مريتي بيه هيخلي الترموستات عندك حساس جدا، هيعرف يلقط اي منظومة دلوقتي. هل دي المنظومة اللي انا هخش فيها حيث اني انا فرد منها؟ هل احنا في تشابه بيننا وبين بعض، ولا في تناقض وتغاير قوى متنافرة مش قوى متجاذبة؟ هعرف اذا كانت المنظومة دي ليها نفس المفردات بتاعتي، او احنا متفقين على ان في حدود ما بين الكلمة الراقية وما بين الابتذال، على في حدود ما بين الضحكة والقفشة وما بين الاسفاف، في وضوح في معاني الكلمات. هل كلامي بيحمل معنى واحد، ولا كلامي من اللي هو بيحمل معنيين، واحدى المعاني فيها كلام مبتذل او فيها تلميحات خارج حدود اللياقة اللي احنا متعارفين عليها. انت اكتسبتي خبرة غيرك ما اكتسبهاش، داخلة وعندك خلفية ازاي هعرف اتعامل مع الاخر، وعندي خبرة امتى اخد بالي الليمت ده انا ماشي عليه وغيري ماشي عليه، ولا الليمت دي مش موجودة عند الطرف الاخر. انت اكتسبتي خبرة غيرك ما اخدهاش. بس دايما مفيش اي حاجة بنتعلمها او درس بنتعلمه في الحياة الا لما لازم يكون فيه سنة وجع. الوجع ده هو اللي بيخلينا نكبر، والألم ده هو اللي بيخلينا نفضل فاكرين الدرس وواعيين المعنى انه يخش هنا وما يطلعش. تقولي ايه؟ ليه هو انا هغلط نفس الغلطة دي تاني؟ ليه هو انا ما اتعلمتش من قبل كده؟ ده القرصة اللي انا اتقرصتها دي طلعت بالدم معايا. قالت لي فعلا انا اتوجعت قوي، لان هم وجعوني، عرفوا ازاي يألموني. النقطة دي تبقى صعبة للأسف. احنا كلنا بنجيد فن إيلام الآخر، كلنا متمرسين وبخبرة ازاي اعرف أألم اللي قصادي. يقولك ايه ده انا عملت فيه حتة موقف خليته طلع من ثرثر ودنه، ده انا عرفت اديله حتة دين ألم. وبنتباهى ان احنا ألمنا بعض وان احنا وجعنا بعض. انا عمري ما شفت حد ليه بيتباهى. انا عرفت اسعد الشخص ده، انا عرفت ارسم على وشه بهجة. ده انا بقعد اتكلم مع اصحابي اقول ايه، اما انا رفعتها حتة قلم، اما انا عملت كذا، اما انا عملت. بقى عندنا تباهي بقدرة ايذاء الاخر. يعني بنركز قوي اشوف ايه اللي يوجع الشخص اللي قصادي واعمله، وابقى فرحان جدا وحاسس بنشوة انتصار لا تعادلها نشوة. ليه احنا وصلنا لكده؟ ليه احنا بنعرف نتفنن
ان احنا نألم بعض؟ ليه ما بنعرفش نتفنن ان احنا نسعد بعض ونرسم بسمة على وش بعض؟ ليه احنا بنفهم الشخصيات اللي قدامنا عشان اعرف ايه اللي يوجعها وايه اللي يأذيها، ومعرفش ايه اللي يسعدها؟ فن الانسان ان هو يعرف يسعد اللي حواليه. بقى انسان بقدر ما بقدم للآخر اسعاد، بحس ان انا انسان بقدر ما انا بمد ايد مساعدة اقدر ارسم بيها بسمة على وش الاخر. وبعد كده بنرجع نشتكي ونقول هي الناس اتغيرت ليه؟ هو احنا عملنا ايه؟ انا ما بشوفش الفعل بتاعي على قد ما بشوف رد فعل الاخر. شوف انا عملت ايه، هل انا كنت سبب في إيلامك، ولا انا كنت سبب في اني انا ارسم بهج على وشك؟ هل انا كنت سبب في احترامك واحساسي بيك كإنسان، ولا انا كنت سبب في وجعك كإنسان؟ ليه دايما بنتفنن في إيذاء بعض؟ هو ده اللي حصل مع زميلتنا. انا هنا بقول لكل خدي بالك، بنتك لو جالها فترة بطلت كلام عن المجموعة اللي منتمية ليها، وبطلت تتقولك عن القفشات اللي بينهم والضحك، بطلت تحكي معاهم، تعرفي ان في حاجة مش صح حصلت. لما تلاقي بنتك بطلت تتكلم، انها توريكي بتبصي التعليقات احنا قلنا ايه في بعض، بصي احنا عملنا ايه في بعض، تو ما تلاقي الموضوع ده سكت، تعرفي ان في حاجة غلط حصلت. تو ما تلاقي بنتك سكتت، انت ساعتها على طول تعملي ايه؟ تروحي وتبتدي انت اللي تسألي، ما تسيبيهاش انها ساكتة لحد اما تدخل في مرحلة الاحباط واليأس، وانها تبقى مضطربة، مش عارفة اذا كانت هي صح ولا هي غلط، مش عارفة اذا كانت المجموعة دي هي عندها حق ولا هي اللي غلطانة ومش عارفة تتماشى معاها. تو ما تلاقي بنتك سكتت وبطلت كلام معاكي وتحكي معاكي، اعرفي ان هنا في حاجة غلط، وابتدي انت بقى اللي روحي واسألي. في مقولة جميلة قوي انا قريتها للشاعر الكبير نزار قباني، فبيقولك اولادنا اذا بطلوا ازعاج او زن حوالينا، تعرف ان في شيء حصل في حياتهم. طول ما هم بيزنوا، طول ما هم عاملين شيء من الضوضاء ومن الازعاج لينا، تعرفي ان هم سلام وصحاح نفسيا، ان هم بصحة نفسية جيدة. طول ما في هوسة في ودانك وعمالة تحكي 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 كتير، تعرفي ان كل شيء موجود. في الوقت اللي تلاقيها سكتت، اعرفي ان في حاجة غلط حصلت. هنا لازم تتدخلي على طول. خدي بالكم، احنا دلوقتي داخلين على مجتمع الجامعة، هنتعامل مع شخصيات كتير. في شخصية عايزة انبهكوا ليها وهنحكي عنها كتير في الايام اللي جاية. الشخصية دي هي الشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية دي شخصية مؤذية لأبعد الحدود. أعرف إزاي الشخصية النرجسية؟ لو لقيتي مجموعة من الأصدقاء أو جروب أو منظومة بدأت إنها لما تشوف في حاجة متميزة فيكي، أو أنت متفوقة في حاجة، أو أنت بتجيدي حاجة، ويبتدوا يقللوا منك أو يصغروا من قيمتك، تاخدي بالك من النقطة دي. لو لقيتي شخصية بتبتدي تبرد أخطائك وتطلعك ان انت على طول غلطانة، وتطلعك ان انت على طول مخطئة، وان انت قليلة، وان انت فاشلة، وان هم اللي بيساعدوكي، تبتدي تاخدي بالك من الشخصية دي. الشخصية النرجسية هي شخصية بتقلل من الآخر، شخصية بتحطم الآخر وبتقلل منه وتطلعه غلطان على طول عشان يحسسك ان هو اللي كبير وان انت اللي محتاجة ليه.
الشخصية النرجسية لو حصل اي اختلاف او اي اختلاف الرأي او زعل بينك وبين الشخصية دي، هتلاقيها تجبرك ان انت لازم اللي تيجي وتعتذر الاول، وان ده واجب مفروض عليكي. مش هيكون ان انت بدأتي بإيد المحبة او ان انت بدأتي في ازالة اسباب الخلاف علشان العلاقة تستمر. لا، ده يقولك انت اللي جايه تصالحيني، انك انت اللي محتاجالي مش انا اللي محتاجلك. دايما هيحسسك بالنقطة دي ان انت اتغيرة، وان انت غلطانة، وان انت محتاجاله، وان انت واجب عليك ان كل مرة تقدمي فروض الطاعة علشان تسترضيه، لان هو حاسس ان هو شخص كبير وان اللي حواليه كله صغيرين. تاخدوا بالكم يا ولاد ويا بنات من الشخصيات دي، لان انتوا هتلاقوها موجودة في كل مكان. الشخصية النرجسية، الشخصية النرجسية شخصية مؤذية جدا. الشخصية النرجسية دايما بتلعب على انها تقلل الشخص الاخر وتحسسه ان هو ضعيف وان هو محتاج للطرف التاني، والطرف التاني ده هو اللي قوي. اوعوا تقعوا في العلاقات واحنا داخلين الكليات جديدة ومجتمع كبير علينا اني اقع فريسة لهذه الشخصيات او هذه العلاقات او هذه المجموعات اللي فيها شخصية نرجسية بتقوم على تقليل الاخر وتصغيره، دايما تطلع ان هو اللي غلطان وان هو محتاج لي انا، وانا اللي بقدر اقوده وانا اللي انا. ابعدوا على طول عن الشخصيات ديت وابعدوا عليها، لان الشخصيات ديت هتخليكي صغيرة في عينك. يبقى دي تاني حاجة اخد بالي منها لما اخش الجامعة، اخد بالي من الجروب اللي انا داخله فيه، المنظومه اللي انا داخله فيها دي. انا حاسه ان انا واحده من المنظومه دي ولا انا غريبه؟ كلامي بتعليقاتي بشخصيتي انا غريبه عن المنظومه دي. اخد بالي المنظومه دي اللي انا داخلاها هل فيها حد نرجسي؟ لو فيها حد نرجسي ابعدي، لان الشخصيه النرجسيه دي عامله زي العنكبوت، بتخنق اللي قصاده وبتقتله. يبقى انا ابعد عن المجموعات دي وعن الشخصيات دي على طول. مع حركة التروس المختلفة دايما بنلاقي في العجلة مع لفة التروس ديت بنلاقي بيحصل ايه؟ العجلة بتمشي وبتندفع لقدام. اذا الاختلافات في وجهات النظر مش غلط، الاختلافات في وجهات النظر ده شيء صحي، وممكن من الاختلافات في وجهات النظر بيني وبين زملائي بطلع مفهوم جديد في ابتكار. يعني انا لو جيت انا واصدقائي بنتناقش ايه هو انسب او احسن اسلوب في المذاكرة يكون فيه ابتكار، فيه ابداع، يخليني احصل اكتر مع نظام الكليات، كل واحد بيقول رأي. من اختلافات الاراء ديت ممكن نطلع مفهوم جديد ورأي جديد خارج الصندوق يفيدنا كلنا. اذا الاختلاف في وجهات النظر ده شيء صحي طالما انها ماشية في الاطار الصحيح. لكن في فرق ما بين الاختلافات في وجهات النظر وما بين وجهة نظر خارج اطار المتعارف عليه. يعني انا لما اجي اقول ايه، طيب احنا هنروح المكان ده والمكان ده والمكان ده وبنتفق، يجي حد يديني مثال او مكان ليه طابع خاص، بيبتدي البروجرام فيه، الكافيه ده بيبتدي البروجرام فيه الساعة 10 بالليل، ليه طابع خاص في الحاجات اللي بتقدم، ليه طابع خاص في البروجرام بتاعه، ليه طابع خاص ما يناسبنيش انا كبنت او ما يناسبناش كمجموعة من البنات ان احنا نروح المكان دوت. فبقول لها لا مش هيناسبني، معرفش انا اروح مكان ده او انا عندي مش مناسب ان انا اقول لهم ان انا رايحه المكان ده، المكان ده ما يناسبنيش. فلما تيجي تقولك ما هو مش ضروري تقولي لهم، مش ضروري تقولي لهم انك رايحه المكان ده، قول لهم رايحه مكان تاني. طب ما هو مش ضروري تعرفيهم، ما هو مش ضروري كل حاجه تقوليها لهم خط سيرك. انت دلوقتي كبرتي، انت دلوقتي بقيتي فتاه جامعيه او شاب جامعي، مش معقول ما استقلتيش برأيك لحد دلوقتي عن أسرتك، ومش معقول انك لازم تقولي لهم كل خطوة انت رايحة فين. هنا ما يبقاش اختلاف في وجهات النظر، هنا بسميها ايه؟ رأي مخالف للأخلاق او رأي مخالف للمنظومة بتاعتنا. ساعتها هنا
انا ابتدي اقف واخد بالي من الرأي ده، لانكم انتوا هتلاقوا الكلمة دي بتتقال ليكوا كتير قوي وهتسمعوا قوي من بعض الشخصيات. هو انت لسه بتقولي لهم في البيت على خط سيرك؟ هو انت لسه بتقول لهم انا رايح فين وجاي منين؟ هو انت لسه بتقول لهم المحاضرات هتخلص الساعة كده؟ هو انت لسه بتقول لهم انا هروح المكان ده اقعد فيه وما اقعدش فيه؟ هو انت ما كبرتيش؟ عيب قوي لما تكون واحدة كبيرة زيكم في الكلية وبتقول كل حاجة. اوعوا تسمعوا للآراء الهدامة دي. احنا بنقبل كل جديد وبنقبل كل الوجهات النظر المختلفة، لكن زي ما اتعلمنا في التفكير الفلسفي لو تفتكروا معايا، عدم قبول اي رأي او اي فكرة الا بعد تحليلها وتمحيصها جيدا، اذا تقابلت مع العقل ومع الاخلاق ومع القيم فانا باخدها على طول. اذا كانت الفكرة في تناقض وفي تعارض مع العقل، فيها عدم توافق نهائي مع العقل، اذا لا يمكن انك تقبلي هذه الفكرة. يبقى اذا انا ما بختلفش، انا مش متضايقه ان في اختلاف في الاراء، لكن لازم الاراء دي كلها تدفع المجموعة للامام. فما ظنش ان لما تلاقي نفسك في مجموعة كسرت كل الليميتس المتعارف عليها، كسرت كل حدود اللياقة والأخلاق، وكسرت حدود ما بين البسمة وما بين الكلمة الحلوة وجو المرح، وهندخل في جو الابتذال والإسفاف والمجون اللهو، يبقى ده مرفوض تماما. ما ظنش ان انت كده خسرتي.